السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم برامو للمعلومات. كما سبقنا حاطين قبل 3 أيام النتائج الأولية لمباراة مراقب مربي دكور بالنسبة لإدارة السجون. إذا بالنسبة للوائح اللي تحطوا الناس اللي تم اللوائح الأولية، اليوم تم الإعلان عن اللوائح النهائية والمترشحين المقبولين اللي غيدوزوا الاختبار الكتابي نهار 12 فبراير. إذا بالنسبة للوائح تلقاوهم كذلك في الموقع ديالنا برامو انفو. اللائحة النهائية للمترشحين المدعوين الاختبار الكتابي اللي غيجرى نهار 12 فبراير. للاشاره بالنسبه لهاد اللوائح اللي او الناس اللي غيدوزوا نهار 12 فبراير هما الناس اللي اختاروا المركز ديال الرباط ووجده واكادير. اما واحد الملاحظه مهمه كما سبق نشرنا بالنسبه للمراكز ديال بني ملال والدار البيضاء وطنجه، راه باقي ما تعلنش على اللوائح الاوليه ديالهم اللي غيكون الامتحان ديالهم ان شاء الله نهار 26 فبراير. اذا بالنسبه للائحه النهائيه كما تلاحظوا هي هذه اللوائح النهائيه او اللوائح المترشحين المدعوين للاختبار الكتابي لمباراة توظيف من الدرجة مراقب مربي اللي غتنظم ان شاء الله نهار 12 فبراير على الساعه 10 صباحا. اذا الاختبار غادي يكون نهار على 10 الصباح على حساب كل واحد وعلى حساب المركز اللي يدوز فيه، وكذلك الجامعه غيدوز فيها والمدرج كذلك والرقم الاستدعاء. بالنسبه لهذه اللوائح بمثابه استدعاء، اذا ما تحتاجوش تخرجوا شي كونفوكاسيون او شي حاجه. اذا اللي لقى سميتو في هذه اللائحه غادي يعقل غير الرقم ديال الاستدعاء ديالو والجامعه غيدوز فيها والمدرج اللي غيدوز فيه وكذلك المركز اللي غيدوز فيه. اذا بالنسبه يعتبر نشر هذه اللائحه بمثابه استدعاء، ويمنع دخول قاعه الاختبار على كل مترشح لم يدلي بطاقه التعريف الوطنيه او بطاقه تثبيت الهويه بحال جواز السفر او رخصه السياقه. اذا الا ما ديش معك البطاقه ديالك او شي بطاقه تثبيت الهويه بحال الباسبور او رخصه السياقه راه ما يمكنش تدوز امتحان. الا ضاعت لك البطاقه الوطنيه يمكن لك دير جواز السفر ولا رخصه السياقه. كذلك يمنع ادخال الهاتف النقال او اي نوع من انواع الاجهزه الذكيه اي البورطابلات او الالواح الالكترونيه الى مركز المباراه، وكل مترشح مضبط بحوزه هذه الاجهزه داخل القاعه ويطرد وتطبق عليه في حقه الاجراءات القانونيه الجاريه بها العمل. اذا خاصك تجي معك البورطابل بخصوص الهواتف الذكيه او شي لوحه ديال الواح ديال بحال طابلت، اذا ممنوع لك ديهم. اذا بالنسبه للاسماء ديال المترشحين كما تلاحظوا المراكز ديال الرباط كذلك مركز ديال اكادير. اذا كما تلاحظوا على حساب المترشح في ساكن كما تلاحظوا كاين اللي في قنيطره غيدوز في قنيطره. اذا انت غتقلب على الاسم ديالك كما تلاحظوا في اللوائح كما تلاحظوا هذو هما اللوائح. الاسم ديالك غتلقى الاسم ديالك وغتلقى رقم الاستدعاء ديالك والمركز اللي غدوز فيه والجامعه اللي غدوز فيها والمدرج. اذا كما تلاحظوا كاين الجامعه كاين جامعه كليه العلوم اداب وعلوم الانسانيه بالرباط. كذلك كاينين بقنيطره كما تلاحظوا الى هبطنا للاسفل غنلقاو قنيطره كذلك. قنيطره كاين كليه العلوم القانونيه والسياسيه وجامعه بنت طفيل. كذلك كاينين بالنسبه للمراكز الاخرى نهبطوا للاسفل باش نوضحوا لكم المراكز. كاين اكادير بكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه التابعه لجامعه ابن زور حي الداخله اكادير. كذلك كاين بالنسبه للناس اللي غاديين ودوزوا في وجده كليه الاداب والعلوم الانسانيه جامعه محمد الاول بوجده. اذا هنا تلقى الاسماء ديال تقلب على السميه ديالك غتلقى السميه ديالك ورقم الاستدعاء ديالك اللي غتقوم بالتدوين ديالهم في شي ورقه باش تعقل عليهم. الاستدعاء ديالك تعقل على الرقم الاستدعاء وكذلك المركز اللي غدوز فيه والجامعه اللي غدوز فيها والمدرج اللي غدوز فيه. اي كل واحد غادي يكون عنده المكان اللي غيدوز فيه او القاعه اللي غيدوز فيها. اذا بالنسبه غيسولني يجي اسئله يقول لي كيفاش نخرجوا الاستدعاء. اذا لقيتي سميتك راه بمثابه استدعاء ما تحتاج تخرج شي كونفوكاسيون او شي حاجه. اذا الاسماء ديال المترشحين لقيتي سميتك غتعقل على الرقم الاستدعاء والقاعه اللي غدوز فيهم او المدرج اللي غدوز فيه والجامعه اللي غدوز فيها والمركز كذلك. اذا بالنسبه لهاد الناس غيدوزوا نهار 12 فبراير على الساعه 10 صباحا. اذا خاصك تكون 9 تماك او 9 وربع تكون تماك في عين المكان باش انك توجد راسك باش تدوز هذه المباراه ديال الاختبار الكتابي لمباراه توظيف في درجه مراقب مربي. بالنسبه للناس اللي اختاروا المراكز ديال بني ملال والدار البيضاء وطنجه راه لحد الساعه باقي ما تعلنوش على اللوائح الاوليه. ان شاء الله غيتعلنوا ونحطهم لكم كذلك في القناه ديالنا برامج معلومات والموقع ديالنا برامو انفو. بالنسبه للوائح راه نخلي لكم في الديسكريبشن اسفل الفيديو الرابط ديال الموقع ديالنا برامو انفو باش تدخلوا وتشوفوا اللوائح ديالكم. ونتمنى التوفيق للجميع وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا برامج معلومات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.